السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي خواتاتي داخل الوطن خارج الوطن، نتمنى من الله عز وجل تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، وما خاص تكونوا نتا خير. انا اخوتي جيت نصايب معكم هنايا النهار ديال التخمال والصابون. ايوا قلت نعدل معكم ندير غير غديوه ديالي مشى والله تنشاركها مع خواتي. هنايا عندي الفول غادي ندير البيصاره، عندي 5 ديال الفصوص ديال الثوم، عندي الفول ديالي من بعد ما نقيته وغسلته بالماء بارد ورقدته في شويه الماء سخون. وهنا عندي اللفت ها هو كتشوفوا كنقيه، وغتشوفوا بصراحه باللفت واقيلا ما عمركمش شفتوه. يا عيني راه واعر، انا راه كندير داكشي ديال جدة الله يرحمها، كانت كدير هاد البصاره هادي كلشي اللي داقها كان كيحماق عليها، وديما كنعدلها انايا كندير فيها اللفت. راه كتجي خوتي روعه وكتجي خطيره مع البرد ومع براد اتاي والشيبه. يا سلام، والله العظيم كتجي رائعه ما تشبعيهاش. وزيد العود، وهنا راه غادي نقي اللفت ديالي طري، داك اللفت اللي كيكون طري، هذاك اللي كيكون قاصح شويه راه ما بلا ما ديروه. انا راه هادي لقيت فيها نص مضروبه شويه، ولاني راه طري، يعني اللي كيكون هذاك من الداخل كيطلق داك الخيوط، يعني ما ديروش مع البصار، يعني اكيد فاش غادي تبقى تحركي هكا غادي تلقى داك كيطلق داك الخيوط، يعني ديري اللفت يكون طري. اي لفت عندك، المهم اي لفت عندك راه غيجي فيه. انا كندير هذا البيض وكندير الاخر اللفت، يعني كيجي زوين صراحه الله. راه واحد الاكله يا سلام، خصوصا مع هذا البرد تكوني كتصبني وتكوني هكا البرد خاصك غير شي حاجه تسخني بها. جربي اختي هاد البصاره هادي وراه ما غتندميش، غتولي تشكري ليا الوالدين وتدعي ليا مع والديا وتدعي معايا. راه زوينه زوينه بزاف 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 والله واعره. هذه هي بالطريقه باش كندير انا البصاره، كلشي كيحماق عليها الوقت اللي كنديرها صراحه الله كتجي زوينه مع الثومه. وباش ما تفيض ليكمش، هنا انا كندير فيها الزيت والملحه وما كتفيض ما حتى حاجه صافي، وكنقص عليها البوطه ونخليها طيب على خاطرها. وفاش كنرجع كندير ليه هداك الطراب اليدوي صافي، كنبقى ندربها على فوق البوطه حتى كنحصل على بصاره. يعني شحال هادي راه كانوا الناس كيديروا داك كنقولوا ليه حنايا كنديروا احمي هو هداك ديال الطين، تديريه فوق المجمر ديال الفاخر يا سلام، وتديري البصاره وزيد العود. وكانوا كيحركوا هكا باش كنمركوا البيصه، كنقولوا مراك يعني بحال هذا ديال اليدوي، كنا كنصايبوه من الشجر. راه كاين الناس ديال البلاد تبارك الله راه كيكونوا كيعرفوا صحاب الجمال صحاب البصاره راه كيعرفوا هذاك. ايوا كنا كنصايبوه بالزيتون، كنشدو هكا العطش ديال الزيتونه وكنصايبو به مراك، كنبقاو نمركو به هكا البصاره. ما كان داك الساعه ما كان لا طحانه لا حتى حاجه، وكتخرج البصاره يا سلام. هادشي اللي كندير انا دابا. انا وليت كندير هذاك ديال اليدوي باش كنخلط الكيكه وداكشي هو اللي كنقادد به صافي، كنبقى نمرك به البصاره ديالي بحال هكا. صافي هنايا درت غير غديوه خفيفه ظريفه صافي، ما كنت غادي ما نصايب شويه ديال هكا ديال الفلفله، ولاني قضيت غير بداكشي اللي عندي حيت كان عندي شغل. ايوا صافي، وهادشي اللي كان خوتي دغيا كتوجد والله كتجي زوينه وكتجي رائعه. انايا اللفت قطعوه بحال هكا وخليوه يطيب مع الفول، يعني هو راه كيطيب مع الفول، ملي كيطيب مع الفول كتبقى غير تمرك هكا بيدك صافي تما تحركي. حنا كنقولك لا لا هاد غادي يفهمها درتي شويه ما غاديش يفهمها، ما عرفت. المهم كتحركي هايده مليح 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 حتى غتحصلي على قوام يا سلام يا سلام يا سلام. راه كتجي زوينه بزاف. هادشي اللي كاين خوتي، انا كنشارك معكم داكشي اللي كنطيب في داري وداكشي اللي كنعرف وداكشي البسيط اخوتي ان شاء الله. من هنا لقدام ان شاء الله نبدا نشارك معكم وصفات زوينين ان شاء الله يا ربي. دابا مع الكونيكسيون اللي ما كتكونش عندي بزاف وهذا، والتليفون عندي يعني واخا كيعمر ليا يعني ما بعد مرات يتقطع ليا نكون كنصور شي حاجه ام ديبانيه تيسهل الله، غنولي نخدم مع خوتي فيديوهات زوينين ان شاء الله ووصفات زوينين ووصفات طبيعيين واعرين.
هاشي اللي كاين اخوتي العزاز. نتمنى من الله تعجبكم وتجربوها اخوتي. اللي العشاق ديال البصاره راه كتجي حتى بهذا بالجلبانه ان شاء الله غنشاركها معكم عاوتاني بالجلبانه بطريقه اخرى ان شاء الله. راه كتجي واعره بزاف. هذه الجلبانه غادي نصايبها معكم عاوتاني بواحد الوصفه اخرى كتجي حتى هي في الجلبانه من غير اللفت. كتجي واعره حتى هي ان شاء الله. انا ندير مع خوتي داكشي اللي كنعرف وداكشي اللي البسيط. انايا راه شوف عجبتني هاد الخضوريه ديال اللفت. كاسه كنقادت فيها ايه عشات كدا ساكن قادت فيها قلت لي شغلي كاسه كنقادت. هادشي اللي كان اخوتي العزاز. هنا راه نقيت الفول ديالي كما كتشوفوا ودرت فيه الثومه صافي. غادي انا غسلت اللفت ديالي تا هو غسلته غنضيفو عليه ما تشوفوا صافي. درت هنا غير الثمن على شحال قدكم ديال الفول. كان عندكم زلافه غادي ديروا 4 هكا 4 يكونوا صغار على حسب. هنا درت اخوتي هنايا درت الزيت درت فيها شويه ديال زيت البلديه واخا زيت البلديه غاليه. ايوا انا والله ما كنشريها والله لا طوالي غير الناس بحال وجهكم هما اللي عطاوها لينا هكا. ناس جيران زوينين صراحه يعني فاش كيجيبوا الزيت ضروري كيدوقوني. انا دابا حنا عندنا الزيت في البلاد ولكن انا ما بعيد على تازا يعني بعيد على تازا. هادشي اللي كاين اخوتي. دابا هنا راك هيا قلت لك انا مرك هو هذا هو اللي كنصايبو حنا. هذا بحال دابا هذا راه كنصايبوه من الشجر يعني كتشدي شجره الزيتون بحال هيدا ديال الزيتون. المهم كيجيب ديال الزيتون وكتقد وكانت كتقدو الوالده بحال هكا. شوفي كيخرج الفرا ما كنطحنهم ما والو بهذا باليدوي كنبقى هكا هي فوق العافيه وانا كنبقى نحرك زعما. حنا كنهضروا هكا راه باقي ثقافي هضره البلاد صافي. من بعد هكا كنسامر بحال هكا حتى كنحصل على البصاره ديالي شو كي جات زوينه وخاسره وعلى مزويناتها. انت اخوتي ها ما فيها لا محببه لا حتى حاجه. ها هي اخوتي كما كتشوفوا ما كنطحنها ما والو كنبقى هكا كنمرك بيديا صافي. نتمنى من الله تعجبكم تخليوها ليا في التعليق اخوتي بالصحه والراحه وتجربوها. راه كتجي واعره بزاف 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 ولذيذه واحد يا سلام. وهي كتكون خاسره هكا يعني كنبقى نحركها غير بهذاك الدراب اليدوي ما كندير فيها لا هذا ولا زعما ديال الضو ولا حتى شي حاجه غير بهذاك راه كتحصل عند شحال هادي. حنايا دابا عندنا في البلاد كيصايبوه داك مرة كنقولوا حنا مرة كيصايبوه غير من الشجر. كتشدو هكا داك الشجرة الزيتون كيحيدو داك العمود وكيبقاو يقادو حتى كيحصلوا على داك الطراب بحال الطراب اليدوي هذا وكيبقاو يطربوا به الفول. انا دابا عندي ديك القضيه كندير غير هذا ديال الكيكه وداكشي هو باش كنبقى نمرق هكا حتى كيخرج ليا الفول ديالي بحال هكا كتولي البصاره ديالي خضره وزوينه. نتمنى من الله تجربوها اخوتي وتخليوها ليا في التعليق. انا راه درت عليها شويه زيت العود درت عليها شويه ديال الكمون والصراحه جات هنا عندي فليفله عندي بصله تازالين عندي ازالين هي البصله والفلفله حتى هي. ايوا صافي هنا راه كناكل كنتسنى البراد تاعي يتشحر ليا الفيديو تسهل عليا. البراد تاعي بالشيبه مع البصاره يا سلام يا سلام. ايوا هادشي اللي كتب الله اخوتي راه شاركته مع اخوتي العزاز. صافي اليوم السبت قلت ما كاين ما سميتو كاين الصابون والتخمال عندي اخوتي الحوت والله الا عندي الحوت نتوما دفت وما جبتوش. ومع الفليفله هذه راه رقدت شحال هذه دابا راه طالعه عندي ما شحال هذه شي قريبه العيد الكبير وباقي عندي هي حيت كندير لها داك التقييدات ديال البلاد ديال الناس الحرين. وهذه هي الغديوه ديالي اخوتي العزاز. نتمنى من الله تجربوها. حاجه بسيطه خفيفه. شكرا عليها في التعليق. شكرا الناس الزوينين.